السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ يا رب بخير وبأحسن حال. اليوم عندنا الدرس السادس من الدورة، واحنا قلنا الدروس اللي راح ناخذها كلية دروس راح تصير احترافية. عندنا اليوم الدرس السادس هو درس احترافات الصور او التغيير بين الصور، واليوم راح نعلمكم طريقة تخلون اكثر من صورة. وياكم اخوكم الحرامي على منتديات حزن العشاق. نبدي الدرس ان شاء الله. نفتح السويش ماكس. انا بالصور هسه هذا العمل فارغ بالسويش ماكس، بس راح اشوفكم الصور. عندنا الصور اللي نضيفهن، هاي ملاحظة مهمة، انه لازم تخلوها بصيغة عالية، يعني الصورة صيغة عالية وتكون هي عريضة، على مود لما تخلوها ما ما تصير عندكم غواش بالصورة بالتصميم. يعني مثلا هاي الصورة تشوفون هي حجمها اصلا حيل كبير، يعني المهم هي ونصغرها. المهم هي يعني ال المهم هي تطلع ان الصورة واضحة وتبين، يعني الصورة واضحة، الصورة مغوشة. اضافت مرتين عندنا هنا. ممكن نصغرها على حجم المشهد يعني نفس ما قلت لكم 550 في 260 او 280 هيك يعني تقريبا. مثل ما تشوفون هاي صورة واضحة ما بها اي غواش. وهذا يعني مثل ما تشوفون هذا التشطيب، هذا يعني فلتر بالفوتوشوب عادي، يعني مو غواش. هسه احنا عندنا هاي الصورة الاولى ضفناها، ننزل على مكان بسيط. هاي الصورة الأولى ضفناها. عندنا هاي الصورة الأولى طالعة قدامنا هيانها. نكتب مثلا نكتب الصورة واحد. نروح نخلي صورة ثانية مثلا هاي، مهمة مجرد انه نشيلها نخليها بالمربع. طبعا الصورتين متشابهات يعني شوية. هسه عندنا صار التطابق. هاي الصورة، صورة اثنين. هسه عندنا هاي الصورتين صارت مثل ما نشوف الصورة الأولى. هسه احنا نريد نشيل الصورة الأولى. هسه نريد نخلي بالبداية بس الصورة الأولى تظهر، بعدين نشيل الصورة الأولى تطلع الصورة الثانية. هسه بالبداية نخلي تأثير بليس على الصورة الأولى. أول فريم نخلي تأثير بليس على الصورة الأولى، بعدين نجي ورا فترة، مو لفترة طويلة يعني، هي بس داري أشوفكم تطبيق. نجي ورا فترة نسوي لها مثلا فيد اوت. بالفيد اوت راحت الصورة الأولى. هسه عندنا هاي الصورة الثانية اللي فوق، هاي الصورة الثانية نسوي لها مثلا فيد ان هنا. وين ما تروح الصورة الأولى تطلع الصورة الثانية. طول الفيد ان شوي. هسه عندنا هسه بالبداية انتم ما تشوفون، مثل ما تشوفون هاي عليها يعني مو ابيض، لون رصاصي يعني ما ظاهرة. من هالفترة يلا تظهر، من هاي الفترة يلا تظهر الصورة الثانية. سنضيف مقطع صوت احسن على مود خل اضيف لكم مقطع صوت. هسه انا ضفت مقطع صوت، ضفت مقطع صوت وهاي
عندنا هسه أنا مسوي انه حطيت بالبداية بليس على الصورة الأولى، الصورة الثانية بدون بليس. ورا فترة سويت فيد ان للصورة الثانية وفيد اوت للصورة الأولى بنفس الوقت. هسه نجي نشغل ونشوف عملنا. هسه راح تشوفون تطلع الصورة الأولى بعدين الصورة الثانية. هاي الصورة الأولى. هاي الصورة الثانية مثل ما شفتوا شلون تحولت من الصورة الأولى للصورة الثانية. بدي امسح المقطع الصوت هاني بس دا اشوف لكم يعني. هاي ما عليكم بيها هاني هيج ضفتها. جيد هسه احنا عندنا سوينا فيد ان وفيد اوت مثل ما شفتوا شلون تحولت من الصورة الأولى للصورة الثانية. جيد هسه احنا نقدر نحولها بغير طريقة، مو مثلا فيد ان او فيد اوت. نقدر مثلا نسوي هاي الصورة بريك انتو بيسز نفس ما تعلمنا بالاحترافات التكست شلون نكسرها القطع. سوينا لها بريك تو بيسز بالصورة الثانية. ونخليها تطلع بأكثر احترافية. مثلا هسه اشوفكم شلون المؤثر الآن تطلع الصورة الثانية. نضيف أي مؤثر على الصورة، مثلا زوم ان مثلا يعني، ونشغل المؤثر اشوفكم شلون راح تطلع الصورة الثانية. تلاحظون شلون دا تطلع الصورة الثانية. ليش حالة ونقدر نحط أي مؤثر، بس المهم نسوي لها بريك على مود تصير يعني مؤثر أحلى. مثلا هسه احنا إذا سوينا لها صعد الصورة الأولى على الصورة الثانية ما يحتاج. أتمنى يكون الدرس كان سهل، ودرس اليوم سهل هيك مجرد معلومة بسيطة لكم على مود الصورة، على مود شلون تخلون الصورة يعني تتحول الصورة بتأثير احترافي. واعذروني ان الدرس شوية كان قصير واحتمال شوية مو واضح، بس والله تعبان وما يصير لي مجال هالايام يعني. بس ان شاء الله اي استفسار انا جاهز على مود ارد عليكم. وبهيج حالة ينتهي الدرس مالتنا، ان شاء الله تكونوا استفادتوا.